هناخد بالنا هنا من حاجه مهمه جدا، ان وجود المهندس في الموقع، طبعا الفنيين فوق دماغنا، لكن وجود المهندس في الموقع احنا كلنا بنكمل بعض. فوجود المهندس في الموقع بيخليك عينك مرتاحه. تعالى هنا هنلاقي البرايز الواطيه كلها في منسوب واحد تم استلامها بالملي. هنلاقي هنا كمان البرايز الرأسيه، العلب الرأسيه كلها فوق بعضها بالملي، مفيش فيها ولا ملي مختلف عن اللي تحتها. هناخد بالنا ان البرايز دي ماشيه مع البرايز دي كلها بنفس المنسوب بالملي، ماشيه كمان مع الحيطه دي. ببص كل البرايز دي كلها ماشيه مع بعضها، كل الواطي ماشي مع بعضه، نفس الكلام الرأسي هتلاقيه ماشي مع بعضه. طيب ايه يا هندسه؟ اهلا وسهلا، عملت ايه؟ هقول لك ان الفكره كلها باختصار ان انا عيني مرتاحه لما يكون عندي ده مع ده متسنتر في البانو ده، التكييف ده متسنتر في البانو الكبير ده. لما بيكون في حد بيستلم منك بالملي بيطلع الشغل مريح للعين. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فينا سيمتريه، فهي يعني سبحان الله لو قدرت تحققها كمان في التشطيبات تبقى وصلت لنتيجه مبهره. عشان كده دايما بنقول لازم نشطب مع مهندس يكون خبره وثقه ايا كان هو مين، بس المهم ان احنا نعمل الحاجه كما يجب ان تكون. يومكم جميل ان شاء الله. السلام عليكم.